صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده حلو قوي، ينفعنا في حاجات كتير جدا، منها المصايف والخروجات والحاجات دي كلها. هنعمل مع بعض النهارده شاورما اللحمه بتركايه بسيطه جدا، هتودي معانا الطعم لحته تانية خالص. معايا كده زي ما انتم شايفين طاسه او جريل على النار، حطيت فيه معلقتين من الزيت. يفضل في الوصفه دي زيت ذرة، يعني مش سمنه ولا اي حاجه، علشان احنا عايزين الطريقه تبقى سهله كده وخفيفه. بعد كده معايا فليتو شرايح، قطعتها شرايح رفيعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وابتديت ان انا انزل في الطاسة. هسيبها لحد ما تتشمع، مش هقلبها خالص، وهبتدي ان انا احط عليها رشة من الفلفل الاسود، وشوية من محسن الطعام، وشوية صغيرة من الثوم البودر، وشوية صغيرة من البصل البودر. بعد كده لما تتشمع من الجنب التاني وتبتدي ان هي تاخد لون بسيط، هبتدي بقى ان انا اقلبها. طبعا حطيت رشة من الكركم. ابتديت ان انا اقلبها بقى واحدة واحدة بالشكل ده. انا مش عايزاها تنزل معايا ميه بقدر الامكان، عايزاها تحتفظ بالميه بتاعتها علشان تبقى جوسي كده وطعمها حلو. اخدت اللون اللي انتوا شايفينه ده بسهوله جدا، ما فيهاش اي ميه نازله منها. هبتدي بقى ان انا احط ربع كوبايه ميه. ليه ربع كوبايه الميه؟ علشان اتاكد تماما من سوى اللحمه. هسيبها لحد ما تتشرب، وبعد كده هنزل بمعلقتين من الصويا صوص، بيدونا بقى لون فظيع جدا. وهتبل بالملح، الملح اخر حاجه خالص طبعا علشان بيأخر السوا شويه معانا. وهسيبها لحد ما تنشف بالشكل ده. مهم جدا ان هي ميبقاش فيها اي سوائل، علشان احنا هنعملها سندوتشات ومش عايزينها تطري العيش معانا. معايا بقى التركية اللي بقولكوا عليها، معايا بصلتين كده قطعتهم جوانح، وحطيت عليهم رشة من السماق، ونزلت بيهم على اللحمة بعد ما طفيت النار. انا مش عايزة البصل يطرى معايا، انا عايزة البصل يفضل فيه سنة القرمشة البسيطة في الاخر كده، بتدينا طعم حلو قوي. هعمل بقى هنا الطحينة. حطيت طبعا الطحينة، حطيت عليها رشة صغيرة جدا من الملح، ونص ليمونة، ومعلقتين من الخل. وابتديت ان انا الفهم كده، بتتقل معايا ما قلقش خالص، هي الطحينة لازم كده. وبعد كده ابتدي افكها بالمية واحدة واحدة. مية من الحنفية، مش لازم مية دافية ولا اي حاجة خالص. انا حباها تبقى تقيلة، لان طبعا زي ما قلت لكم هنحطها في سندوتشات، فمش عايزة العيش يطرى معايا. حطيت معلقة كده من الزيت وهقلب، وكده الطحينة بتاعتي خلصت. انا عايزاها بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. جبت بقى هنا خلاص هنا بعد ساعتين تقريبا، يعني بعد ما عملت الشاورما بساعتين تقريبا، سخنتها بالشكل ده. وبعد كده بقى ابتديت ان انا اعمل السندوتشات بتاعتي. جبت الكايزر وحطيت معلقه كده من الطحينه، وهحط الشاورما. بصوا، مهم جدا ان هي تبقى ناشفه، علشان زي ما انتم شايفين كده تتحط في الساندوتش، ما تبقاش طريه، وتخلي العيش معايا يبقى معجن وطعمه مش لذيذ. عندي كمان هنا تومية، هحط برضو تومية. وممكن تقدري تعملي ميكس بين الطحينة والتومية، بيبقى حلو جدا. انا شخصيا بحب الميكس ده، ان انا احط طحينة وتومية مع بعض، بيدونا طعم حلو قوي. مزازة التومية مع طعم الطحينة بتودي السندوتشات معايا لحتة تانية خالص. كده خلاص انا خلصت السندوتشات بتاعتي. تقدري تعمليها بقى وانت رايحة مصيف، وانت رايحة رحلة، تبقى حلوة قوي. وكمان بتبقى لذيذة ومختلفة. كده خلاص الفيديو بتاعنا النهارده هيكون خلص. اتمنى يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوها. السلام عليكم.